نحييكم مشاهدينا الكرام في هذه الإذاعة الخارجية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من بقعة غالية من بقاع مصر، تشهد إنجازا جديدا ضمن إنجازات المشروعات القومية التي تتبناها الدولة، وذلك في خطوة نحو برنامج جديد هو خطوة نحو المستقبل. هذه الخطوة نحو المستقبل التي تشمل مجموعة من المشروعات القومية التي تتبناها الدولة مؤخرا. نحدثكم من هنا من منطقة الفرافرة التي ستشهد بعد قليل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لكي يعطي إشارة البدء لمشروع 1.5 مليون فدان، زراعة واستصلاح الأراضي في 1.5 مليون فدان. ونحن هنا في منطقة سهل بركة تحديدا في الفرافرة، والتي بالفعل تم إنجاز 10,000 فدان موجودين بالفعل تم استصلاحهم وزراعتهم في هذه المنطقة، وستكون باكورة لهذا المشروع القومي العملاق. ولدينا الكثير من التفاصيل على مدار الساعات القليلة سننقلها لكم على الهواء مباشرة. تفضل يا محمد. صباح الخير عليك ريهام، صباح الخير على زميلنا فوزي، أيضا صباح الخير على كل الزملاء والزميلات اللي موجودين معنا النهاردة في بث مباشر من أرض الأمل والمستقبل. هنا أعزائي المشاهدين يتحطم المستحيل على صخرة المستقبل والأمل هنا في الفرافرة بمحافظة الجيزة. هذه البقعة الخضراء والتي ستصبح إن شاء الله على المدى القريب والمتوسط إن شاء الله بمجهودات المصريين هنا يتم إنشاء مشروع جديد، وهو مشروع 1.5 مليون فدان. كما أنشأنا قناة السويس بننشئ هنا مشروع قومي كبير جدا. هذا المشروع يستوعب آلاف المصريين وشبابنا المصريين هيقيموا هنا إن شاء الله. في عندنا أعزائي المشاهدين رقعة زراعية كبيرة أيضا في منشآت صناعية، وعندنا أيضا منازل أقيمت من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمن سيأتون هنا ويضعوا أمل جديد ومستقبل جديد لمصر. الحقيقة معنا لقاءات متعددة مع العديد من المسؤولين، وأيضا هننقل لكم صورة حية من أرض المستقبل، أرض الأمل. وبنقل الحديث مرة أخرى وزميلي فوزي، وبنهني بعضنا كلنا طبعا. على أهلا بيكم، وتسمح لي الميكروفون. برحب بيكم محمد وريهام، وبرحب بكل السادة المشاهدين من هذه المنطقة. ولكن يمكن بعض المعلومات التفصيلية عن هذه المنطقة بالتحديد. على بعد ما يقرب من 650 كيلومتر جنوب غرب مدينة القاهرة، وعلى بعد 22 كيلومتر شرق مدينة الفرافرة، نتواجد في هذه المنطقة زي ما قالت ريهام منطقة سهل بركة. هذه المنطقة التي تشهد اليوم انطلاق مشروع زراعة ما يقرب من 1.5 مليون فدان، بالاحتفال بالانتهاء من زراعة 10,000 فدان. هذا العمل أنجزته الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إحدى شركات جهاز مشروعات القوات المسلحة. وقد التزمت الشركة بالكثير من المعايير الحديثة والمتقدمة، حيث تم الالتزام بمعايير مراكز البحوث، وتم أخذ عينات من التربة لتحديد أنسب الزراعات وأنسب طرق معالجة التربة. هذا العمل أنجزته هذه الشركة الوطنية تقريبا في 45 يوما، وكان يمثل تحدي كبير بالنسبة لهذه الشركة. هذه الأرض مقسمة كما يمكن أن يتضح مع حضراتكم من خلال عدسات الكاميرا، 10,000 فدان مقسمة إلى 7,500 فدان بنظام الري المحوري. وقد تم زراعة مساحات كبيرة من هذه الأرض بالقمح والشعير كما هو واضح أمام حضراتكم. أما المساحة المتبقية فهي ما يقرب من 2,500 فدان، فقد كانت توصيات مراكز البحوث أن يتم زراعة هذه المساحة بأشجار الزيتون والجوافة والموالح. هذه الزراعات التي يمكن ومن المفترض أن تقام عليها الكثير من الصناعات، حيث من المفترض أن يقام أيضا الكثير من المصانع التي يمكن أن تخدم هذه الزراعات، وبالتأكيد سوف توفر فرص عمل جديدة لأهالي هذه المنطقة، وتوفر حركة اقتصادية أيضا
لأبناء هذه المنطقة. بجانب الأرض الزراعية التي تم استصلاحها هناك أيضا القرية الزراعية الأولى والقرية الزراعية الثانية والقرية الخدمية، وأيضا كان هناك إصرار على أن تكون هذه القرى الزراعية على غرار الريف المصري القديم بتصميمات مختلفة وحديثة، وهناك أيضا الكثير من التفصيلات. ريهام، صحيح يا فوزي، طبعا كما تتابعون معنا يعني الاستعدادات بتجري على قدم وساق، وذلك طبعا لمجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل لإعطاء إشارة البدء وإطلاق إشارة البدء لهذا المشروع الخاص ب1.5 مليون فدان. كما ذكرنا هي بقورة هذا المشروع إنه بالفعل تم زراعة واستصلاح 10,000 فدان في منطقة سهل بركة في الفرافرة. زي ما ذكر الحقيقة زملائي محمد وأيضا فوزي إنه هذا المشروع بالفعل هو مشروع يعتبر إنجاز إلى حد كبير، إنه يتم إنجاز 10,000 فدان في هذه المدة، ويتم زراعة واستصلاح في 10,000 فدان في هذه المدة، لأنه حقيقة هذا المشروع بيشمل منطقة زراعية على مساحة كبيرة 10,000 فدان. وأيضا زي ما ذكرنا أنه بيتم استخدام أحدث أساليب الري، سواء بالنسبة للري المحوري 7,500 فدان، وأيضا 2,500 فدان بالري بالتنقيط. بالفعل هي بتعتبر أحدث أساليب الري، والتي بتهدف في الأساس إلى توفير المياه المستخدمة في الري وعدم إهدار هذه المياه بأي شكل من الأشكال. أيضا هذا المشروع بيشمل إلى جانب المنطقة الزراعية كذلك أيضا بيشمل 3 قرى، قريتين زراعيتين وقرية خدمية، بتشمل الكثير من المرافق بيوجد بها شبكات للكهرباء، شبكات للصرف الصحي، أيضا شبكات للري والمياه النظيفة، مياه للشرب، بالإضافة طبعا إلى كل المرافق التي يعني تعتني بالمقيمين في هذا المشروع أو العاملين والمنتفعين بهذا المشروع، مثل وجود أبنية تعليمية بالفعل، مدارس، وحدات صحية، قسم شرطة، كذلك الحماية المدنية. يعني جميع المرافق بالفعل موجودة وبدأت تتوفر، والكاميرا أمام حضراتكم من الممكن أن تظهر هذا الإنجاز المتمثل في هذه القرى الزراعية وأيضا هذه المناطق الزراعية، بالإضافة أيضا إلى المنطقة الصناعية التي يشملها هذا المشروع. تفضل يا محمد. طبعا يعني ما فيش شك احنا بنحاول ننقل لكم الصورة على أكمل وجه. أعزائي المشاهدين، بالفعل أنا وزملائي الأعزاء من امبارح وإحنا متواجدين في هذه المنطقة، ومعانا أيضا القيادات الإعلامية وأيضا السيد رئيس الوزراء والعديد من الوزراء والسيد اللواء أركان حرب كامل الوزير. والحقيقة كنا بنرتب لهذا الحدث الوطني الكبير اللي بيسعد كل مواطن في مصر بيه. الحقيقة زي ما ذكروا زملائي فوزي وريهام، فاحنا في هذا الحدث أعزائي المشاهدين الرئيس هيشرفنا النهارده وهيفتتح هذا المشروع، وايضا برضو الرئيس هيسلم بعض المواطنين الوحدات السكنيه اللي موجوده هنا. ولو تتخيلوا حضراتكم الوحدات السكنيه اللي موجوده هنا معموله على طراز ونظام مستقبلي الحقيقه محترم جدا. عندنا الوحده السكنيه عباره عن دورين، الدور الاول للاسره المصريه، وعلى مدار 20-30 سنة أبناء من يقيمون في هذه الوحدة السكنية ويريدون أن يتزوجوا فعلا موجود لهم سكنهم، وهذا السكن دور الطابق الثاني، بجانب أيضا للوحدة مساحة من الأرض ممكن يربي فيها بعض المواشي اللي هي ممكن تساعد المزارع في أنه هو كل الإمكانات مكتملة عنده. أيضا عندنا المرافق من الصرف الصحي، من المياه عندنا محطات تنقية المياه للآبار اللي بتستخرج منها المياه. عندنا أيضا أعزائي المشاهدين يعني أكيد في شبكة مواصلات، وإحنا جايين في الطريق الحقيقة أنا وزملائي شبكة طرق على أعلى مستوى بتقيمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحيث أن هي توفر على المواطن أو اللي ليه رغبة أن هو ينتقل من وادي النيل وينتقل لمكان جديد، مكان فيه أمل وفيه مستقبل، ويبني حياته ويبدأ حياته في هذه البقعة الجميلة. وطبعا أكيد كلنا حضراتكم درسنا في التاريخ أن هذه البقعة كانت في يوم من الأيام
ريم هي سلة الغلال أو سلة الغذاء لمصر. نحن نعيد أو المصريين يعيدوا مرة أخرى إعادة الأمل والمستقبل برسم خريطة جديدة للأمل والمستقبل في إعادة التاريخ، وأن تصبح هذه المنطقة منطقة الغذاء الأولى لمصر، بجانب أيضا بعض المناطق زي محافظات شمال وجنوب سيناء. الحقيقة كان امبارح البروفة اللي احنا عملناها عشان نطلع مع حضراتكم ونقدم لكم الصورة في أبهى أشكالها. الحقيقة كان أنا وريهام وفوزي لما كنا موجودين، وكان سيادة اللواء كامل الوزير بيشرح، والسيد رئيس الوزراء كان موجود، والسيد وزير الإسكان ووزير الري ووزير الزراعة. حاجة فعلا هتشوفوا حضراتكم معلومات يعني او هتتابعوا معانا معلومات رائعه فعلا. ما كناش متخيلين او متصورين يا فوزي وريهام، ما كناش متخيلين ان هذه الجوده العاليه من الاتقان، وده يعني متبع في القوات المسلحه، ونتمنى في مؤسساتنا باقي مؤسساتنا ان احنا نبقى بهذا الاتقان وهذه الجوده العاليه. انا مش عايز اطول لان يعني احنا زي ما بنقول اعزائي المشاهدين بنتبادل الحوار انا وريهام وفوزي. اتفضل. انا في نقطه عايزه اقولها بس فوزي، تعليقا على طبعا اللي ذكره زميلي محمد، انه بالفعل القوات المسلحه بتقدر ان هي تنجز انجازات عظيمه، ولكن صحيح. احنا لما نشوف المشروع ده تحديدا قد ايه كان في تنسيق بين مختلف الجهات الدوله، وزاره الاسكان، وزاره الري، ايضا وزاره الزراعه مع القوات المسلحه. نعرف انه مؤسسات الدوله في مثل يعني هذه المشروعات الوصل الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه الحقيقه او القوات المسلحه بشكل عام هي همزه الوصل الحقيقه اللي ربطت الكثير من المشروعات اللي ربطت الوزارات ببعض في مشروعاتها القوميه.